الحكاية بتبدأ مع مجموعة من مقاتلين نينجا وهم بيشقوا طريقهم وسط الغابة لحد ما وصلوا لحصن ضخم شديد الحراسة. قائد جماعة النينجا اسمه الزعيم موجو، وأول ما قرب من الحصن أمر أتباعه يتسللوا بهدوء بدون ما أي حد يلاحظ. لكن فجأة في مقاتلين ظهروا من تحت الأرض وبدأوا يصطادوهم واحد ورا واحد، وهنا بنعرف إن قائد الحصن يبقى المعلم ياما، وهو وموجو بيتقاتلوا مع بعض من سنين طويلة عشان يثبتوا مين أقوى جماعة نينجا في اليابان كلها. وفي وسط المعركة هيبي ظهر. هيبي يبقى ابن المعلم ياما، وأول ما أخوه جيرو شافه قال إن موجو وأتباعه خسروا القتال لأنهم وقعوا بالفخ. بس الغريبة إن الزعيم موجو رفض ينسحب وفضل مستني في هدوء، وبعد دقايق بسيطة عاصفة رملية غطت المكان كله ومفيش أي حد بقى شايف حاجة. وهنا باب الحصن انكسر وظهر محارب النينجا مومون. مومون مقاتل رهيب وما بيخافش من أي عدو، لدرجة إنه اتمشى بهدوء وسط أرض المعركة وقال للزعيم موجو إنه أنهى مهمته بنجاح وفتح أبواب الحصن. فالزعيم عرض عليه 100 قطعة ذهبية مقابل إنه يقتل جيرو ابن المعلم ياما. طبعا مومون وافق بدون تردد لأنه بيحب الفلوس ورجع للقتال من جديد. وهنا بتظهر قدراته الأسطورية بالفنون القتالية لأنه ما بيستخدمش سيوف زي مقاتل النينجا، ومهما أعدائه حاولوا يضربوه كان بيتفادى هجماتهم بسرعة البرق. بس فجأة المعلم ياما أوقف الجميع وقال إنهم لازم يحلوا المعركة دي في قتال فردي حتى الموت عشان يعرفوا مين الأقوى. مومون هو اللي قاتل باسم جماعة الزعيم موجو، أما جيرو ابن المعلم ياما هو اللي اتحداه، والاتنين اتحاربوا وسط دايرة من مقاتلين نينجا عشان مفيش أي حد منهم يهرب. قبل ما القتال يبدأ هيبي حذر أخوه جيرو وطلب منه ينسحب لأن مومون أقوى منه وهيدمره، لكن جيرو عنيد وما سمعش الكلام، فمومون مسكه روق عليه وهزقه قدام الجميع. ولما جيرو حاول يجري ما قدرش لأن باقي مقاتلين نينجا دفعوه للقتال من جديد. في النهاية مومون خلص على جيرو لأنه وجه السيف الخاص بيه لمعدته. بعد كده حاول ينسحب لأنه أنهى المهمة. أما هيبي حس بالصدمة وما كانش مصدق عينيه لأن أخوه جيرو اتقتل قدامه، فوعد نفسه إنه هينتقم من مومون وهيرجع حقه. ده غير إنه هجم بكل قوته على مومون وحاول يهزمه قبل ما يترك المكان. بس فجأة وسط القتال محاربين نينجا سمعوا صوت جرس جاي من بعيد، فكلهم وقفوا بمكانهم واخفوا اسلحتهم. الجرس ده كان استدعاء لكل الزعماء في البلد لان في حالة طوارئ ولازم كل جماعات النينجا يبطلوا قتال باسرع وقت. وهنا هيبي اتعجب لان والده المعلم ياما ما حسش بالحزن على موت ابنه، وقال ان جيرو يستحق الموت لانه ضعيف، وانطلق عشان يحضر اجتماع الطوارئ مع باقي زعماء النينجا. بعد كده بتنتقل بينا الاحداث لبلد مجاورة، وهناك بنقابل ساكي. ساكي يبقى شاب غني واتجوز بنت الزعيم كاكو قائد مقاتلي الساموراي. ساكي طلب من كاكو يسلموا كل الجنود الخاصين بيه ويهجموا على باقي البلاد المجاورة عشان يسيطروا عليها، لكن كاكو رفض وشتمه لانه هيأذي ناس ابرياء كتير. فساكي امر واحد من اتباعه يخلصوا عليه. في البداية بتظهر قدرات الزعيم كاكو في مبارزة السيف لان عنده خبرة رهيبة واتدرب لسنين طويلة، لكنه قبل ما يهزم خصمه بالضربة القاضية واحد من مقاتلي الساموراي التابعين لساكي غفله بضربة مدمرة اصابته بشدة. مقاتل الساموراي كان اسمه دايزن وحس بالحزن بعد ما قاتل الزعيم كاكو لانه كان معلمه زمان واتدرب على ايده. وهنا اوكو بنت الزعيم ظهرت فجأة وحاولت تقتل ساكي لانه السبب في موت والدها، بس ساكي تفاداها وامر باعدامها. فدايزن طلب منه يعفو عنها ويسيبها تعيش لانها ممكن تفيده بالمستقبل. في الوقت ده كل قادة جماعات النينجا بما فيهم الزعيم موجو والمعلم ياما اجتمعوا مع بعض وقالوا ان في شاب غني اسمه ساكي خلص على كاكو قائد الساموراي وعايز يبدأ حرب معاهم. فالجميع حسوا بالقلق لان الساموراي اقوياء جدا. بعد كده كل القادة قرروا يتحدوا للدفاع عن بلدهم وبلغوا اتباعهم مقاتلين نينجا يجهزوا للحرب ضد الساموراي. اما مومون اتسلل في هدوء وراح لبيت خشب صغير وسط الغابة، وهناك قابل رين. مومون خطف رين من بيتها لما كان في مهمة لانها جميلة ووعدها انه هيجمع 1000 قطعة ذهبية عشان يتجوزها. فرين وافقت على طلبه لانها كانت عايشة لوحدها ووالدها ووالدتها متوفيين. بس فجأة وسط كلامهم في شاب مصاب بشدة ظهر بدون سابق انذار، فمومون اخده بسرعة البرق عشان يعرضه قدام الجميع. وهنا الشاب المصاب قال ان هيبي ابن المعلم ياما هو اللي هاجمه لانه عايز يتحد مع الساموراي. طبعا المعلم ياما اتصدم بعد ما اكتشف ان ابنه خاين. في الوقت ده هيبي سلم نفسه لساكي اللي بقى قائد الساموراي بعد ما قتل الزعيم كاكو. هيبي
هيبي خاب مقاتلين نينجا بسبب موت اخوه قدام عينيه، ولان والده دمه بارد وما عندهوش احساس. في البدايه ساكي افتكر ان هيبي بيخدعه وعايز يوقعه في فخ، لكن هيبي حكى له حكايته وخلاه يثق فيه. حتى دايزن اتكلم عن بعض نقط الضعف في دفاعات النينجا وازاي يهزموهم. وهنا ساكي امر اتباعه يجهزوا الجيش لانه هيبدا الحرب قريب. الساموراي عملوا الغير متوقع لانهم قابلوا قادة جماعات النينجا وطلبوا يبنوا حصن عسكري وسط بلدهم. طبعا الزعيم موجو والمعلم ياما رفضوا، لان لو الساموراي بنوا حصن عسكري على ارضهم هيقدروا يخترقوا دفاعاتهم ويهزموهم بسهولة. لكن الساموراي قالوا ان الحصن مش هيكون للقتال، وعرضوا عليهم الاف القطع الذهبية عشان يوافقوا. في النهاية الزعيم موجو والمعلم ياما قبلوا العرض لانهم بيحبوا الفلوس. واول ما باقي مقاتلين نينجا عرفوا انهم هيقبضوا 150 قطعة ذهبية في اليوم لو اشتغلوا في بناء حصن الساموراي، فرحوا بشدة. حتى مومون مصدقش نفسه. وبكده النينجا الاغبياء بدأوا يبنوا حصن اعدائهم الساموراي وسط بلدهم، وعرضوا نفسهم لخسارة الحرب من اجل الفلوس. وفي يوم من الايام بعد ما مومون انهى الشغل في بناء الحصن، اخذ ال 150 قطعة ذهبية واعطاها لرين، وقال انه هيتجوزها قريب لانه هيجمع ال1000 قطعة ذهبية بسهولة. ولما كانوا بيتمشوا في الغابة لاحظوا مجموعة شباب صغيرين بيتدربوا على استخدام السيف، وواحد منهم اتصاب بشدة. طبعا رين حست بالقلق عليه وحاولت تساعده، لكن مومون قال ان هو ده تدريب النينجا المبتدئين ولازم تسيبه في حاله. رين قالت لمومون ان النينجا ما عندهمش قلب وعديم الرحمة، ده غير انها طلبت منه يبقى ساموراي عشان يدافع عن الحق. فمومون احتار لانه بيحب رين وعايز يرضيها، لكنه في نفس الوقت مخلص للنينجا ومش عايز يخونهم. بعد ايام طويلة بناء الحصن انتهى اخيرا، فواحد من الساموراي قال للزعيم موجو ياخد مقاتلين نينجا ويخرج لان مهمتهم انتهت. وهنا بتظهر خطة النينجا الخبيثة، لانهم بنوا الحصن واخدوا مبالغ مالية كبيرة من الساموراي، لكنهم زرعوا فيه متفجرات ودمروه تماما عشان الساموراي ما يقدروش يستخدموه لهزيمتهم بالحرب. في النهاية النينجا غفلوا الساموراي وقتلوا مئات الجنود بعد حرق حصنهم بالكامل. طبعا ساكو ما كانش مصدق نفسه لان النينجا ضحكوا عليه، وامر كل الجيوش يستعدوا للحرب. فدايزن اتعصب وقال انهم لو قتلوا النينجا في ارضهم يبقوا بينتحروا لانهم اذكياء جدا وهيعملوا ليهم فخاخ مميتة ملهاش حصر. بالوقت ده الزعيم موجو امر كل مقاتلين نينجا ينتشروا على الحدود عشان يحموها من الساموراي لانهم ممكن يهجموا في اي لحظة. فمومون قال انه محتاج فلوس عشان يقاتل، وهو وباقي النينجا رفضوا يدخلوا الحرب. وهنا المعلم ياما قال انهم لو ما اتحدوش مع بعض الساموراي هيقتحموا ارضهم وهيقتلوا كل اللي فيها. فمقاتلين نينجا استعدوا للمعركة. اول ما مومون قابل رين وبلغها باللي حصل اتضايقت بشدة لانها بتكره القتال وكانت عايزة السلام يعم ما بين الساموراي والنينجا. فمومون فكر ازاي يوقف المعركة قبل ما تبدأ، وانتظر لما الدنيا ضلمت وتسلل لبيت ساكو قائد الساموراي. في البداية مومون هدد ساكو وقال انه لو ما وقفش الحرب هيرجع ليه من جديد وهيقتله. فساكو استنجب بالحراس لكن بدون فايدة لان مومون قتلهم في ثواني واختفى بدون ما اي حد يحس. ده غير انه وصل للسجن وهناك قابل هيبي وقال له ده مصير الخونة اللي عايزين يهزموا النينجا. فهيبي اتعصب وكان عايز ينتقم منه لانه قتل اخوه. وهنا مومون لاحظ اوكو بنت المعلم كاكو والخادمة الخاصة بيها وراح عشان يعرف هي مسجونة ليه. فاوكو حكت حكايتها وعرفت مومون ان ساكي قتل والدها. بعد كده عرضت عليه وعاء نادر جدا ثمنه اكتر من 10,000 عملة ذهبية مقابل انه يقتل ساكي. طبعا مومون قبل عرضها واخد منها الوعاء بدون كلام، لكنه اتفاجئ انها انتحرت لانها خلصت مهمتها وضمنت ان ساكي هيموت زي ما قتل والدها. بعد فترة قصيرة دايزن وصل ولقى ان اوكو ميتة، فسأل هيبي ايه اللي حصل. هيبي حكى حكايته وقال ان النينجا مومون اللي قتل اخوه كان موجود وعمل اتفاق مع اوكو لقتل ساكي مقابل وعاء غالي. طبعا دايزن انبهر بشدة لان مومون اتسلل من ورا كل الدفاعات ومفيش اي حد لاحظه، فراح عشان يتكلم مع ساكي وقال انهم لازم ياخدوا حذرهم عشان ما يتغفلوش من النينجا. لكن ساكي قال ان الساموراي اقوياء جدا ومستحيل يخسروا. فدايزن هزاه قدام الجميع وقال له ما ينفعش تستهتر بالنينجا ابدا. في النهاية ساكي انهار وبدأ يعيط لان الجميع بيهزقوه ومفيش اي حد بيحترمه مع انه قائد الساموراي. بس الغريبة ان دايزن قدر شجاعته وصراحته وقرر انه هيتبعه في المعركة ضد النينجا عشان يدمروهم كلهم. حتى هيبي حس بالسعادة لانه هينفذ انتقامه اخيرا. في الوقت ده مومون قابل رين وقال انهم لازم يهربوا لان الحرب هتبدأ. طبعا رين اتفاجئت بشدة لان مومون جبان ومش هيقاتل مع النينجا.
النينجا. فمومون اظهر الوعاء الغالي وقال ان ثمنه يساوي 10,000 عملة ذهبية، ولو هربوا يقدروا يعيشوا في مدينة تانية وهيتجوزوا اخيرا. فرين وافقت على طلبه. بعد ساعات جيش الساموراي بقيادة ساكي وصلوا لحدود بلد النينجا عشان يبدأوا الحرب، وكان معاهم هيبي. اما الزعيم موجو امر كل اتباعه يستخبوا على اعلى الجبل لان الساموراي هيظهروا من الشمال، وبكده هيغفلوهم باستخدام السهام وهيقضوا عليهم تماما. والمعلم ياما امر اتباعه يدفنوا نفسهم تحت الارض. حتى باقي الزعماء النينجا جمعوا اتباعهم واستعدوا هم كمان، لكن الغريبة انهم لاحظوا ان عدد مقاتلين نينجا قليل جدا، ولما طلبوا منهم يخرجوا من المخابئ اتفاجئوا ان نصهم هربوا لانهم خايفين من القتال ضد الساموراي ومش عايزين يموتوا. فالزعيم موجو اتصدم لان مومون اختفى ومش لاقيه، وهنا بنعرف ان مومون ورين هربوا مع باقي مقاتلين نينجا وهاجروا لبلد مجاورة. اما الساموراي فاجئوا الزعيم موجو وهجموا من الجنوب بدلا من الشمال، ده غير ان كان معاهم بنادق بارودية ودمروا النينجا تماما. وفي نفس الوقت دايزن حاصر باقي القادة واخرج السهم العملاق الخاص بيه وبدأ يصطادهم واحد ورا واحد. فالنينجا حسوا بالرعب وبدأوا يجروا زي الكلاب. اما الزعيم ياما استخبى وسط الغابة وجهز الكمين الخاص بيه، لكنه اتفاجئ ان ابنه هيبي ساعد الساموراي وكشف ان في نينجا مستخبيين تحت الارض. عشان كده الساموراي خلصوا عليهم بالرماح وكشفوا تنكرهم بسهولة. لما رين ومومون كانوا في طريقهم، رين وقفت مكانها فجأة وقالت انها غيرت رأيها وعايزة مومون يقاتل مع النينجا لانهم هيخسروا من غيره. في البداية مومون رفض لكنه وافق بالنهاية لان رين وعدته انها هتتجوزه بعد ما يكسب، ده غير انه اخذ الوعاء الغالي وقال لكل مقاتلين نينجا ان اللي هيقتل ساكي زعيم الساموراي هيعطيه 5000 قطعة ذهبية. طبعا مقاتلين نينجا اتحفزوا بشدة لان اكتر حاجة بيحبوها في الدنيا هي الفلوس. فمومون اعطى الوعاء الغالي لرين وانطلق بطريقه هو وباقي النينجا باقصى سرعتهم عشان ينضموا للقتال في الحرب ضد الساموراي. مومون قاد الاف محاربين نينجا لحد ما وصل للمعلم ياما وقال لهيبي وباقي مقاتلي الساموراي يستعدوا للموت. بعد كده هجم عليهم بدون رحمة، وهنا بتظهر قوة النينجا الحقيقية لانهم محترفين بالكاراتيه واستخدام السيف، ده غير انهم اذكياء وبيستخدموا الالعاب النارية في المعركة لهزيمة اخصامهم بسهولة، ومهما الساموراي حاولوا يقتلوهم ما كانوش قادرين. لكن في وسط المعركة المعلم ياما اصبح لوحده وترجى ابنه هيبي يحميه من الساموراي. فهيبي قال له انت عديم الرحمة لانك ما زعلتش على اخويا اللي مات وساب مقاتل الساموراي ينهي حياته. اما ساكي اتصدم بشدة لان النينجا حاصروه من كل اتجاه وخلصوا على كل اتباعه، فواحد من الساموراي ضحى بنفسه عشان ينقذه واخرجه من ارض المعركة بامان. اول ما ساكي افتكر انه هرب فجأة مومون ظهر وقفز عشان يخلص عليه، لكنه اتفاجئ بسهم ضخم جدا. وهنا بنعرف ان دايزن حضر ومعاه جيش من الساموراي، فمومون استعد لقتاله. في البداية مومون حاول يخدع دايزن باستخدام دمية خشبية، لكن دايزن كشف خدعته وضربه بالسيف الخاص بيه. وهنا بنعرف ان مومون كان لابس درع حديدي حماه من الضربة. طبعا دايزن انبهر من مهارة مومون الاسطورية وامر الجنود يحاصروه من كل اتجاه لكن بدون فايدة، لان مومون تفادى ضربات الرمح بسهولة تامة وقدر انه يخلص عليهم بدون اي مشاكل. بعد كده حاول يفاجئ دايزن وهجم عليه من ظهره، بس دايزن سريع واستخدم ايديه لصد السكاكين. مومون سيطر على دايزن وكان هيقتله، لكن ساكي فاجئه وضربه بسهم عملاق انهى حياته في لحظة. مع ان مومون مات الا ان النينجا انتصروا بالمعركة لان الساموراي انسحبوا. ولما رين سألت عن مومون عرفت انه مات فحست بالحزن الشديد. بالليل ساكي ودايزن رجعوا الحصن الخاص بيهم واستقبلوا هيبي مع باقي الجرحى، وكانوا حاسين بالحزن لانهم خسروا المعركة. بس فجأة هيبي قفز بسرعة وهاجم واحد من الجنود، وهنا بيتضح ان مومون لسه عايش لانه تفادى السهم على اخر لحظة، ده غير ان كان معاه جيش من مقاتلين نينجا متنكرين على شكل ساموراي. في البداية هيبي قال لمومون ان قادة النينجا ما عندهمش قلب وكل اللي بيهمهم الفلوس عشان كده لازم يموتوا، لكن مومون ما سمعش كلامه فهيبي اتحداه في قتال وش لوش وسط مقاتلين نينجا. من بداية المعركة بتظهر قدرات الاتنين في القتال لانهم ماهرين باستخدام السيوف. هيبي كان عايز ينتقم لاخوه اللي مات على ايد مومون وقاوم بكل ما عنده، لكن مومون قوي جدا وقدر انه يتفادى كل الضربات باعجوبة لحد ما دمر هيبي تماما. لكنه قبل ما يموت قال ان النينجا مجرد حيوانات كل اللي بيهمهم الفلوس وبس. مع ان مومون هزم هيبي الا انه ترك ساكي يعيش لانه عرف ان هو والساموراي اشخاص كويسين وبيدافعوا عن الابرياء. بعد كده رجع لبلده من جديد، واول ما شاف رين رفض يكلمها وراح عشان يقابل الزعيم موجو واتباعه. في البداية واحد من القادة رحب بمومون لكن مومون غفله وخلص عليه. طبعا الزعيم موجو واتباعه اتصدموا من اللي حصل
حصل. وهنا مومون قال ليهم انتوا ما عندكمش شرف ولا احساس، لان الاف النينجا بيموتوا كل يوم من اجل جمع الفلوس ليكوا، وانتوا بتعاملوهم زي الحيوانات. ده غير ان باقي مقاتلين نينجا اتلموا عليه وكانوا هيقتلوه، لكن رين ظهرت ومعاها الوعاء الغالي وهددت انها هتكسره لو هجموا على مومون. فالنينجا بدأوا يضربوها بالسهام المسمومة. للأسف مومون حاول ينقذها لكنه وصل متأخر، وقبل ما رين تموت ودعته في حزن لانهم ما قدروش يتجوزوا ويعيشوا مع بعض. وهنا مومون كسر الوعاء الغالي وقال للنينجا انهم حيوانات عديم الرحمة، واخد جثة رين ومشي في طريقه. بعد سنتين قادة النينجا كانوا بيحتفلوا لكنهم اتغفلوا من الساموراي والزعيم موجو مات. وهنا بنعرف ان ساكي ودايزن قدروا يهزموا النينجا اخيرا عشان يمنعوهم من سرقة واذية الابرياء. وده كان ملخص الفيلم. اشترك عشان توصلك اقوى الملخصات كل يوم، واشوفكم عما قريب باذن الله.